اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك تسبب في قتل أمين شرطة ودهسه بسيارته بعدما اصطدم به على غفلة. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. متابعي ومشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق. أحداث هذه الحلقة تدور حول الإدمان وتعاطي المخدرات. لاعب نادي الزمالك اللاعب أحمد فتوح، طبعا ده في الساحل الشمالي بيتفسح، وهو مروح آخر الليل هو واللاعب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. لكن اللي كان سايق اللاعب أحمد فتوح. طبعا ماشيين، أمن شرطة واقف قدام اسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي محافظة مرسى مطروح. فجأة طبعا هو يعتبر كده بيجري، دخل في أمين الشرطة شاله شيء. ما جاتش على كده وبس، لا ده فضل يعني أمين الشرطة طارية 2 متر لفوق، والعربية بتجري وشايلاه، أدت إلى موته في الحال قدام اسم شرطة العالمين. أمين شرطة بينظم المرور في عمله، الله يرحمه ويسامحه. طبعا وقف الشرطة، جت تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح واللاعب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. عملوا لهم تحليل مخدرات الاتنين، لكن للأسف اللاعب أحمد فتوح طلع تحليله إيجابي، بيتعاطى حشيش ومخدرات. لكن اللاعب محمد صبحي تم الإفراج عنه من النيابة العامة، علشان هو أساسا ما كانش سايق، كان راكب رفقة أحمد فتوح اللي تسبب في دهس وإزهاق روح أمين الشرطة اللاعب أحمد فتوح. طبعا لما تشوف الحوادث اللي بتحصل، سواء أمين الشرطة اللي مات ولا أي واحد من أفراد الشعب، ما هو أمين الشرطة ده ما هو فرد من أفراد الشعب، واقف حراسة قدام اسم العلمين ينظم المرور أو ما شابه ذلك، دهسوا أحمد فتوح. برضو عصام صاصة لما دهس العامل بتاع الفيوم على الدائري، ولسه نازل امبارح بعد ما الانتربول المصري خاطب الانتربول الاماراتي وتم القاء القبض عليه بالمطار وهو نازل. والنهارده كان بيتحاكم، ومرته طبعا بتبكي وتقول له هتطلع براءة يا احمد، هتطلع براءة يا حسام، عفوا هتطلع براءة يا حسام يا صاصة، ولسه. لكن هو يعني يقينا تم الصلح بينه وبين عائلة ضحية الفيوم. يعني ناس قالوا دخلوا 3 مليون ونص، وناس قالوا خدوا 4، وناس قالوا خدوا 5، الله أعلم بالحقيقة. لكن هي أسرة المتوفى بالفيوم اتنازلت عن القضية بمحض إرادتها. طبعا كده بقى ما فيش إلا حق القانون والقضاء، زي ما يحكم القاضي ممكن ربنا يكرم ويحكم براءة، وممكن ياخد 6 شهور أو سنة مع إيقاف التنفيذ، الله أعلم بالله يحكم به. نرجع لموضوعنا، موضوع الحوادث. يا جدعان ما فيش إلا كل يوم والتاني الشرب. أنت لاعب وربنا أكرمك بالمال، تشرب ليه؟ ما قلنا 20 مرة إن الشرب بيذهب العقول. ده الوليد ابن المغيرة كان أبو سيدنا خالد بن الوليد، وكان عنده 10 أبناء، وكان أغنى أغنياء شبه الجزيرة العربية، امتلك من المال آنذاك 1000 دينار، ما كانش يعد المليون. ولما سألوه يا وليد ما شربتش الخمر في حياتك ليه؟ قال لن أشرب الخمر في حياتي لأنها تذهب عقلي، وإذا ذهب عقلي غاب بصري، وإذا غاب بصري فعلت ما تستحي من فعل العرب، فعيرني به العرب حتى بعد موتي وعير أولادي. وكان راجل مشرك. فأنت النهاردة يا أحمد يا فتوح شارب خمرة ليه؟ ربنا أعطاك المال والسلطان وراكب عربية فخمة، بتشرب خمرة وتغيب عقلك ليه؟ وتسبب في وفاة أمين شرطة، وترملت زوجته وتيتمت أولاده ليه؟ هاجي تاني، ما حرام عليك. طبعا هو طبعا كده تحيات النيابة، يعني لما طلع التحليل الإيجابي بتاعة المخدرات، خد 4 أيام استمرار لأنها قضية كبيرة. دهس أمين شرطة قدام اسم العلمين كان بينظم المرور. برضه حسام صاصة له التحليل بتاعه إيجابي، بيشرب مخدرات وحشيش. السواقة دي عسل لأنها مفنجلة كده وصاحي، ما ينفعش إنك تبقى
سايق وغايب مبلبع برشام، شارب حشيش، شارب ترامادول، ما انت كده مش واعي، لان الشرب بيذهب الخمول، بيذهب العقل. الشرب بيذهب العقول، ما خليكش مركز. والسواقة عايزة المصحصح. حتى ان قوانين السواقة يقول لك لا، يعني تلاشى اخطاء الاخرين وانت ماشي يفق كده على الطرق السريعة، يعني لا تنشغل بغير الطريق، يفق مكتوبة تنبيهية، تلاشى اخطاء الاخرين، لا تنشغل بغير الطريق. لكن لما انت شارب، ما هو انت اللي هتمشي فيها تدب وتدوسه، لانك انت شارب. واعلى مراتب جسم الانسان المخ. طب لما انت بتغيب المخ، اللي قدامك هتموت طبعا. يعني عافانا الله من مثل هذا الامر، ورحم الله امين الشرطه الشهيد. وطبعا لاعب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ده يعتبر خد براءة، لكن احمد فتوح خد 4 ايام استمرار. طبعا قضيه كبيره، تسبب في يعني وفاه امين شرطه رحمه الله، قضيه مش سهله، فحكم كبير. وعصام صاصا النهارده بيتحاكم، ان شاء الله نوافيكم لاحقا باللي يحصل. بيني وبكم يتجدد اللقاء.